المربيان الكويتي أول مرة بحضره بهيدي الطريقة وطلع ما معقول قد طيب وحده هيدا الدقوس. أول شي قليت بصل كتير، مش قليتن، كرملتن، وأنا وعم كرملن حط لهم شوية مي، ارجع قلب لحتى أخدوا اللون الذهبي شوي. منرجع منكون مغسلين الروبيان، منضيفن مع ملعقة سمنة كبيرة ومنقلب. تشكيلة من البهارات رح سكرها تحت الفيديو. منحط ملعقة صلصة، هي منا أساسية بس فيكن تضيفوها بتطلع طيبة. حطيت لومة، حبة بندورة مقطعة، زنجبيل وثوم، كزبرة وشبن. وأكيد ما مننسى نملح، وبعد ما نملح منخليهم يغلوا 5 دقايق ومننقلن على صينية على جنب. ومنخلي المرق اللي نزل من الروبيان واللي طلع معنا بالطنجرة فوقه شوي سمنة، شوي هيل، وشوية بهار روبيان أو بهار سمك انتو بتفضلوا. منقلبن، منحط الرز، غمرتن مي مغلية، وأول ما يبلش ينشف قبل ما نغطيه منحط شوية زعفران منقوع، والروبيان منرجعه على الوجه ومنغطيه بسانيتا ل20 دقيقة من الوقت. للدكوس هون قليت توم، شرحات من التوم، كتر توم، حطيت حر، صلصة وملح، ومنقليهم كلهم سوا. منرجع منضيف بندورة مهروسة ومنقلبهم ومنتركهم على النار لمدة نص ساعة تقريبا على نار هادية لحتى يتسبكوا ويتقل الصوص معنا. هيدا الرز بعد ما خلص نقلته وقدمته بهيدي الطريقة. فردت الرز والروبيان أكيد نقلته قبل ما أسكب الرز، وبعدين حطيته على الوجه. وفيكن تزينوا بالبقدونس، الكزبرة، الشبنت، شو ما بدكن، هيك بيطلع معنا. والدكوس كمان هيك طلع معنا. قدمته حد الرز، وصفة أكتر من بتشهي، لازم تجربوها.